Burada tutuluyor. Almak nefes. Oya el yapmışlar. إذا طلعت الحية وقرصتني. هلا، شلونكم؟ اليوم راح ننتخم بكابادوكيا، فسوينا لكم فلوج بسيط صغيروني ومختلف. ما راح نراويكم مناطيد ومن هالحكي، لا راح نراويكم جانب ثاني. بدينا يومنا بالريوق بسيط على هذا المنظر الحلو. مبدئيا راح ألخص لكم شوية معلومات عن كابادوكيا للناس اللي ما تعرفها. كابادوكيا مدينة صخرية موجودة بمدينة نفشهير بتركيا. تميز بيوتها وكنائسها المنحوتة بالجبال وبلداتها المبنية تحت الأرض، واشتهرت بالمناطيد الملونة اللي تزين سماءها. أول ناس عاشوا بيها سووا غرف عميقة داخل الصخور البركانية حتى يهربون من الأعداء ومن هجمات الحيوانات البرية وهم ظروف البيئة القاسية، ووسعوا هاي المناطق لحد ما صارت مدن تحت الأرض وداخل الجبال. كابادوكيا لها تاريخ طويل ومعقد، أكيد ما راح ندخل بهاي التفاصيل، بس كلمحة بسيطة يعود تاريخها إلى الإمبراطورية الحيثية في الألفية الثانية قبل الميلاد، يعني تقريبا قبل 4000 سنة. طبعا أنا بهاي السفرة كان عندي فضول كلش كبير حتى أشوف ذني البيوت، وحاولت أدخل لكل البيوت وصار اللي صار. طلع العنكبوت قد راسي خراني. Buradayım. Anladım. وصلت الديانة المسيحية كابادوكيا في القرن الأول الميلادي مباشرة بعد موت يسوع المسيح عليه السلام، وبعدها أصبحت كابادوكيا مركزا مهما للرهبنة. أكو شي كلش غريب بالموضوع إنه الرسومات صالحة آلاف السنين، الألوان مدى تروح رغم هي معرضة للخارج، العوامل البيئية الخارجية، المطر، رياح، معرف شنو، بس رغم ذلك ما رايحة. طبعا الكاميرا هنا دا تشوف أكثر مني لأنه أنا بالشمس، فالداخل أشوفها ظلمة، فشي شوية رعب على ما أدري الأدرينالين كان طويل. ما هذه الرائحة. هذه مالتنا هاي الإشارة. طبعا هنا أكو علامة نلقاها بكل البيوت. بحثت عن موضوع ما لقيت شي، فإذا عندكم معلومة عن شنو تدل هذه العلامة أو عن يا حضارة بليز قولوا لي. Davut giriyorum. Daha كل حد خاف أموت. يجي يلقاني هنا. أي شو راح أتخول شو راح. داوود هاي داوود هذا وين راح؟ بسم الله. إذا طلعت الحية وقرصتني بعدين أكلها. صرت أروح هناك شلون بيها؟ كم واحد كان عايش هنا.
نزل هوا الطريق كله ورحت الطيارة. بعدها رحنا لكنيسة المرايا. صراحة كانت تجربة غير شكل. أول شي كان المكان كلش مظلم، بحيث من تدفعون الدخول يعطوكم لايت وتفترون بالكنيسة. العلامة اللي قلت لكم عليها اللي هي مثل الزائد لقيناها هواية، كلش هواية بالكنيسة، طبعا مع علامة الصليب. الظاهر انه هي رمز لحضارة معينة. صراحة أنا مو صداقة ويا التاريخ، فاعذروني إذا المفروض أعرف هاي العلامة وما دا أعرفها، وإذا تعرفون كتبوا لي بليز. كبدوكي بيها هواي مدن تحت الأرض، ومن ضمنها ديرين كويو اللي عمقها بس عمقها 85 متر وتضم 18 طابق. انتوا متخيلين؟ اكو بهاي المدينة فتحات تهوية تسهل دخول الهواء النقي لحد ادنى طابق، وهاي المدينة مجهزة تجهيز كامل للرجال والنساء وحتى الحيوانات اللي كانوا يربوهن. وهاي المدينة تقدر تؤوي أكثر من 20,000 شخص. متخيلين عدد؟ وبيوجد داخل هذه المدينة معابد دينية ومخازن ومجاري مياه عذبة، يعني كل شيء اللي يحتاجوه موجود. مكان كلش ضيق، كلش ضيق، ما اقدر اتنفس. فندم sıkış sıkış korkunç bir şey ya. Korkunç ya. Deme. Dikkat et, burada bir şey var. طبعا خالتي وزوجي كلش خافت من الموضوع، لأنه الممر كان كلش ضيق، يعني الواحد ما يقدر يمشي، ما يقدر يتنفس. شراب اكو. Biliyor musun? Bunu nereye ettiniz biliyor musunuz? Biliyoruz. Teyze biraz sıkıcı bir şey. Sonu var mı? Çıkıyor mu sonu? Evet evet, bir oda var kocaman. Geri döneceğiz mi? Kısma. Geri döneceğiz. Git git gel. Buradayım. Dur ben orada çıkışım. Yok yok gel gel. Geri geri yürü anladın mı? Geri gel gel. Anne gel dön. Çıkacağım. Tamam geri yürü. هذه فتحة التهوية اللي كانوا يهوون بيها الغرف. Şey, hava geliyor buradan belki. Tamam gelsin. Bacak kaslarım bir ağrıyor. Burada tutulacak bir yer var bak. تلاحظون كمية رذاذ الغبار اللي بالمكان. اتوقع عادة انه يخلوا المي. وبعد ما كملنا من الكنيسة رحنا لمداخن الجنة الخيالية اللي فوقها اكو شي مميز، انه فوقها احجار مثل القبعات. واكيد طبعا لازم ناخذ صور يمهن. Öyle her yere böyle ceketinle şeye gidemezsiniz. Ihara Vadisi'ne. واكيد ما نروح المكان الا وناخذ تذكار ويانا.
ما أدري إذا هالشي مهم بالنسبة لكم أو لا، بس بالنسبة لنا كلش مهم، ولازم كل زين ندقق بالاختيار. طبعا مدام زرنا كابادوكيا فمعناها لازم نزور بحيرة الملح. كانت تجربة روعة خيالية، لحقنا عليها على آخر لحظة، حرفيا من أحلى اللحظات اللي عشتها بهاي اليوم. الغروب كان سحر، نزعنا عحذيتنا ومشينا بالمي، حرفيا مساج طبيعي. رجعت للبيت رجلينا زبد، وطبعا أخذنا صور ما تحتاج أي فلتر، حنزل لكم إياها هنا. وآخر شي راح أعوفكم تستمتعون بهاي اللقطة الهادئة والساكنة وصوت المي. لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب وتكتبون تعليق إذا استمتعتوا. باي باي.